تغييرات المناخ هتغير شكل الكورة اللي نعرفها معاها، والبداية من عند السعودية. ما تيجوا نشوف. باستثناء كاس عالم قطر، كل نسخ البطولة أقيمت في نفس الوقت، بتبتدي في يونيو وبتنتهي في نص يوليو. ومش بس كاس العالم، ده اليورو وكوبا أمريكا وكاس العالم للأندية. إلا إن إنفانتينو خد باله من تفصيلة خطيرة، وهي إن معدل درجات الحرارة في العالم كله زاد عن زمان، غير إن الأحداث العالمية بدأت تروح مناطق حر أكتر زي السعودية وأمريكا. فإنفانتينو اقترح إنه يغير النظام بالكامل علشان يناسب كل النسخ اللي جاية. البطولات الدولية الصيفية تتعمل يا في شهر مارس يا في شهر أكتوبر، كده يضمن مناخ معتدل سواء في فصل الربيع او الخريف. ومع انه حل منطقي لمشكله امريكا، لكنه مش هيتطبق عليها ولا حتى على المغرب واسبانيا في 2030، لان الاجنده الدوليه لغايه الوقت ده واول حدث دولي لسه ما اتحددش هو يورو 2032 في تركيا وايطاليا. وبسبب مناخهم المعتدل ما توقعش ان التغيير هيطولهم، لكنه بالتاكيد هيطول السعوديه في كاس عالم 2034. فتختار بقى يتلعب في مارس ولا في اكتوبر؟